ليش في أمريكا البيض بنحط في الثلاجة وبنحفظ في الثلاجة، وفي بلادنا بنحفظ برا الثلاجة؟ هذا السؤال إجاني من متابعة، وسؤال ذكي بالفعل، لأنه الناس بتلاحظ إنه البيض في أمريكا لازم ينحط في الثلاجة، سواء كان في المحلات أو في البيوت لازم ينحفظ في الثلاجة. في بلادنا بنحفظ برا. الموضوع له علاقة بطريقة التعامل مع البيض، كيف بسوقوا البيض من المزارع للمحلات ويحطوه في البيوت. في أمريكا حسب وزارة الصحة والزراعة البيض لازم ينغسل وينظف من الخارج، يعني بيشيلوا طبقة الأوساخ والبكتيريا على قشرة البيضة، لكن في عملية التعقيم والتنظيف الغسيل بيشيلوا طبقة مهمة بسموها كوتيكل. هاي طبقة أصلا طبيعية في البيضة بتحميها من البكتيريا، خاصة السالمونيلا لأنها تدخل جواها. في بلادنا إحنا ما بيغسلوا البيض، هاي الطبقة موجودة بتحفظه خارج الثلاجة، فلذلك بعد غسيله في أمريكا وتعقيمه بيكون عرضة للبكتيريا، فلازم ينحفظ مباشرة في الثلاجة.